مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة حيث نستضيف نائب الرئيس السوري السابق السيد عبد الحليم خدام، ونحاول أن نتحاور معه حول أهم ما توصل إليه المؤتمرون في المؤتمر التأسيسي لجبهة الخلاص الوطني في لندن. السيد عبد الحليم خدام، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة. أولا، لماذا تأسيس هذه الجبهة في هذا الظرف بالذات، وما هي المبررات الرئيسية؟ وصلت البلاد إلى حالة معقدة وصعبة، وحالة من الضعف لم تشهد لها مثيل في تاريخها الحديث، بالإضافة إلى أن النظام بسياساته المغامرة وضعها في دائرة الخطر، مما زاد في قناعتنا أن استمرار النظام قد يؤدي إلى إلحاق أضرار كبرى في سوريا حاليا وفي مستقبلها. هناك أولا الوضع الاقتصادي الصعب، معدل الدخل الفرد السنوي أقل من $100، موارد البلاد تتراجع، ليست هناك تنمية، يزداد عدد السكان، ملايين العاطلين عن العمل، انخفاض في مستوى المعيشة، ارتفاع في الأسعار. كل هذه الأمور تشكل وضع ضاغط على المجتمع كله، وبصورة خاصة أن النفط يدخل للخزينة نصف مواردات الموازنة. النفط في سوريا بدأ يتراجع إنتاجه، وفي عام 2010 ستضطر سوريا لاستيراد النفط، وبالتالي سيزداد العجز في الميزان الاقتصادي، في الميزان التجاري، في الميزان في الموازنة. وإذا كان دخل الفرد $800 سيصبح أقل من $400. يعني ستصل سوريا إلى وضع لا تستطيع أن تلبي أن يتم تلبية الحاجات الأساسية للناس. هذا جانب. الجانب الآخر، العالم كله يتغير. من حق الشعب السوري أن يطمح بأن يكون له نظام ديمقراطي، أن يطمح بأن يتنفس بحرية كما تتنفس الشعوب الأخرى. ليس هناك مثيل للنظام في سوريا إلا 3 دول في العالم: كوريا الشمالية وكوبا وسوريا. هذا الوضع ماذا أدى؟ أدى إلى انخفاض المستوى الثقافي والتعليمي، وإلى حالة من الشلل. مضافا إلى ذلك أن دائما القمع من شأنه أن يشل عقل المواطنين، وعندما يتعطل العقل يقع التخلف. سوريا في عام 1954 أو 55 كانت أكثر تقدم من الآن على الأقل ب20 مرة. لذلك الوضع يفرض على السوريين المبادرة للانتقال إلى وضع جديد. نحن لو تتبعنا التطورات الدولية بعد الانهيار السوفيتي ماذا نرى؟ نرى أن كل المفاهيم تغيرت، كل القيم تغيرت. انطلقت فعلا الديمقراطية في بلدان كثيرة من العالم. يعني نحن لو قارنا بين وضع أي بلد من بلدان أوروبا الشرقية في العهد الماضي وحاليا، نجد أن تطورات هائلة ظهرت، وانفتح الباب
أمام التقدم، وأن تصبح هذه الدول دول قادرة أن تشكل الاكتفاء. لذلك التغيير لابد منه. إذا لم يجري التغيير في سوريا، إذا سدت أبواب التغيير، ماذا سيجري؟ سيزداد الوضع سوء، سيتحول الاعتدال السوري إلى تطرف. هذا ما حدث في الجزائر. في الجزائر عندما جرت انتخابات نيابية، وجاء الجيش وقام بانقلاب وألغى نتائج الانتخابات. عندما أغلقت الأبواب أمام الناس، ماذا فعلوا؟ تحولوا إلى التطرف. لذلك مدخل الخلاص للبلدان النامية، مدخل الخلاص لسوريا هو بناء نظام ديمقراطي. الأوضاع الدولية المعقدة التي تحيط في المنطقة، الوضع في لبنان، الوضع في العراق، كل ذلك وضع سوريا أيضا في دائرة الخطر. ما جرى في لبنان وما يجري الآن يهدد سوريا. اغتيال الناس في لبنان، تهديد الناس، تخويفهم، هذا ينعكس سلبا على سوريا. ما يجري في العراق ينعكس سلبا على سوريا. إذن لابد من سياسات جديدة في سوريا، سياسات ترتكز على أن تكون سوريا بلد مستقر، وأن تكون عامل أساسي في الاستقرار في المنطقة، وليس عامل لإحداث البلبلة. كانت سوريا دولة أساسية في المنطقة، نرى ما هو وضعها الآن. أصبحت دولة تابعة، أصبحت أداة بيد الآخرين. هذا أيضا له نتائج خطيرة على مستقبل سوريا وعلى ما يمكن أن يلحق بسوريا من أضرار. ومن هنا فقد جاءت تداعي المجموعات من التنظيمات والشخصيات السورية، واتفقنا على إنشاء جبهة الخلاص الوطني في بروكسل الماضي، الآذار الماضي. وفي هذه الدورة وضعنا أولا برامج العمل، الخطوط الأساسية للتحركات المقبلة، كما وضعنا الهيكلية التنظيمية للجبهة. الجبهة أصبح لها مؤسسات، وهذه المؤسسات ستكون مسؤولة عن إدارة شؤون عملية الإعداد للتغيير في البلاد. وبالتالي هذه خطوة مهمة جدا إلى الأمام.